السورية. طيب نشوف الفار اللي يعني الشيخ الدكتور عبود العيساوي. المطار سنة 2008 نعم شركة العقيق الكويتية وانقطع عملها. مجلس المحافظة شكل مجلس إدارة مخالفة للقانون. هو فرصة استثمارية سيد الرئيس. أنا ودي الأخوة يعني أعضاء المجلس يفهمون ويطلعون على أهمية مطار النجف وما يشوبه. هنالك شبهات فساد، هنالك شركات خاصة لجهات المعينة داخل المطار. المحافظة غير مستفادة من المطار إطلاقا. ايه شيخ المطار عدد شبهات الفساد اللي بيه، ممكن أم يعبر لنا مخدرات. واحكي لنا شنو هذا الحرقة من تحكي عن هذا المطار بهالتفصيل هذا؟ باعتباره منفذ هسه نتكلم عنه. المطار انشئ بفرصة استثمارية زين شركة العقيق الكويتية، وبعدين صار خلاف مع الشركة، والآن شركة قائمة دعوة على المطار. زين بعدين إدارة المحافظة يعني قبل 6-7 سنوات شكلت إدارة هيئة إدارية. هاي الهيئة هي تشكل أحزاب المتنفذة في وقت ممثلين عنها بالنجف لو بالعراق في النجف. فإدارة المطار بقى المطار متأرجح. شكلوا سلطة الطيران بزمن الأخ العبادي، راد أن يستلم المطار. صارت مشكلة يعني قانونية، قرار محكمة اعتبارها فرصة استثمارية. المطار الآن هو بإدارة تابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء معين من الأمانة العامة. زين موضوع الموارد المالية وموضوع الإدارة والأمنية. الأمنية أكو شركة أمنية خارج يعني هم مسيطرين على نفس الأحزاب. هذه يعني شركة أمنية. يقال انه الاحزاب مقسمه يعني هي بالشكل الوقود هيئة لحزب، إدارية. الشركه الامنيه لحزب، المدري كذا الحزب. يعني هسه هذه يريد النزاهه بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، بس فعلا الاليه مقسمه بهالطريقه. قلت لك المطار الان يعني انت مره درسه فرصه استثماريه، مره تابع سلطه الطيران، ما زال يعني وضع القانوني معقد. فمن الضروره ان يعالج بشكل رسمي. أما موضوع الفساد أنا ما أقدر أتهم أحد الآن، بقدر ما نتطلب أن تكون سلطة رئاسة الوزراء بشكل نافذة عليه، وسلطة الطيران، ويكون موارده للنجف باعتباره هو في مطار النجف. لازم أكون نسبة للمحافظة ونسبة للخزينة العامة. طيب هذا الحديث من زمان. هذا اي من زمان طلعنا لك 5 سنوات مو هسه. هو فار طلعنا لك اياه. هو تغير الوضع هسه ان شاء الله الاحسن. ان شاء الله خير. ان شاء الله الاحسن. نشوف الفار اللي يعني الدكتور عماد.